تحرير جريدة سويسية للحديث النهاردة إن شاء الله عن الأحداث اللي دارت وشهدتها المدينة ودور أبنائها في الثورة. اتفضلي جيهان. أهلا بحضرتك معانا. وطبعا زي ما شفنا من خلال الشاشات المختلفة قد إيه كان في ثورة جميلة لشبابنا. عايزين نقول ان كان هناك اتحاد كبير جدا مع كل الشباب، كله على هدف واحد وكله لتحقيق خير لمصر. يمكن محافظة السويس من المحافظات اللي برزت قوي في بداية الثورة وكان ليها بصمة كمان. وعايزة أسأل حضرتك ليه محافظة السويس هي أول محافظة حسينا بالفعل ان هناك تظاهرات أكتر من أي محافظة أخرى في مصر؟ اولا السويس في الاحداث اللي فاتت دي كانت اول شهيد سقط في السويس، والاحداث الساخنه في السويس ترجع ليها مجموعه من الاسباب. في اسباب تاريخيه، ان السويس بعمقها وموقعها الجغرافي هي محافظه مقاومه لاي احتلال، والسويس على مر تاريخها دخلت معارك كتيره جدا ضد الاحتلال، من بدايات حتى الحملة الفرنسية ثم الإنجليز ثم الصمود في 73. تاريخ السويس كله عبر عنه الرئيس جمال عبد الناصر قبل كده، قال ما من بلد ارتبط اسمه بالكفاح والتاريخ الوطني كما ارتبط اسم السويس. ورئيس السادات قال ان السويس اللي خرجت في 24 اكتوبر هي لم تكن تخرج لتدافع عن نفسها، لكنها كانت تدافع عن مصر بل عن الوطن العربي وعن محافظات القناة كلها ليها مبادئ خاصة بيها. السويس في 73 لو كانت احتلت من قبل العدو الاسرائيلي كان مصر واكتوبر ملوش اي قيمة. ثم حتى الرئيس مبارك الراحل قال له كلمة، قال انه السويس مثل ستالينجراد في الحرب العالمية الثانية. ده من الناحية التاريخية. فشعب السويس شعب مقاوم بطبيعته ويرفض الظلم. لكن ليه الاحداث كمان ان في اتعمل يعني الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه في السويس مش عكس اللي كان بيتقال. يعني النهارده احنا مثلا شباب السويس اللي قدمت النصر لمصر من خلال عشرات من الشهداء، والسويس اللي اتدمر منها 80% من مبانيها في حرب 73، واللي دفعت كل هذه الفاتورة النصر من شهداء وأبطال لم تأخذ هذه الفاتورة. هل كان في توجيه من شخص ما؟ لا نقدر نقول لكن يعني الأوضاع يا أستاذة جيهان، يعني أنا عايز أقول إنه لما يبقى السويس من 73 لغاية دلوقتي تيجي في الآخر في الأيام دي تحتل المرتبة الرابعة في البطالة على مستوى الجمهورية. 11.8% من شباب السويس من قوة العمل عاطلين. هذا يعمل احتقان لما يبقوا شايفين مشاريع تنمية شمال الغرب خليج السويس معطلة وبيجي من خارج السويس ناس تشتغل فيها، وحتى لما بيجوا ياخدوا شباب السويس فياخدوه في عمالة متدنية في أعمال أقل من مؤهلاتهم. فده بيعمل احتقان. الحاجة التانية ان شركات رجال الاعمال كلهم اللي في السويس عاملين علاقات عمل سيئة، يعني من اول احمد عز لابو العينين لكل رجال الاعمال ما فيش واحد في مصنعه لجنة نقابية، ويطردوا دائما شباب السويس. وشهدت السويس قبل الاحداث سلسلة من الاحتقان الشديد جدا. عدد الاضرابات والاعتصامات العمالية في السويس قبل احداث يناير بتتصاعد، وفي اشهر وفي الحركات الاحتجاجيه كانت السويس كحركات عماليه بتاخد المرتبه الاولى على مدن القناه واحيانا على المحله، وده مرصود. الحاجه الثانيه انه البطاله وصلت يعني قبل الاحداث ب3 4 ايام ان في عدد من عمال السويس وشباب السويس عملوا اعتصام وتظاهر عشان العماله اللي جايه من جنوب شرق اسيا ومن الهند ومن تايلاند. في بدايه في بدايات الناس ما بتحللش، الناس دلوقتي بتتكلم على حاجات فالتراكمات دي يعني لما نيجي نشوف مثلا في شهر واحد اعتصام قبل الاحداث، اعتصام السويس للصلب واعتصام تراست واعتصام العماله اللي في حديد عز عشان شركه دانيال الايطاليه تجيب ناس من الهند ومن جنوب شرق اسيا. طب وليه اللجوء لجنوب شرق اسيا؟ ما هو ده مثال يعني ده حتى يعني في مواجهه مع وزيره القوى العامله
قلنا لها ازاي ان المفروض رجال الاعمال دول واخدين تسهيلات في الارض، يعني واخد الارض من أبناء المدينة. واخد الارض بالدولار لما كان الدولار ب 3 جنيه، واخد تسهيلات في الميه والمرافق والغاز وكل ده، وفي الاخر خالص تجيب لي عماله من جنوب شرق اسيا. او لا، ابناء المدينه في هم اللي احتقان يعملوا. حاصل قبل الاحداث. هذا الاحتقان بيتحط له بقى اشياء اخرى، مثلا المعامله في اقسام الشرطه اوفر شويه في العلاقات، الناس اللي كانت بتتضرب في اقسام الشرطه في مصر كلها. لا بس في السويس كان في بروز ليها، وفي احصائيات ليها، وفي تراكم ليها. العلاقات اللي كانت بتتقال ان ايثار عدد من كبار رجال الحزب الوطني بالوظائف المميزه جدا في السويس في قطاع البترول وفي قطاع الكهرباء وقطاعات مميزه، يعني قيادات الحزب الوطني ابنائهم وابناء واحفادهم وعدد كبير من بعضهم هم اللي يستأثروا بهذه الوظائف، وسايبين شعب السويس الباقي، فده ظلم. الحاجة الثانية لما تبقى نسبة البطالة 11.8% بتقرير التنمية البشرية اللي بيقول كده، ويطلع مسؤول كبير يقول 6%. طب الواقع بقى فين؟ لما يبقى في 8 مناطق عشوائية في السويس بيسكنها ناس في مناطق غير آدمية، لما يبقى في مشروعات فيها فساد، يعني السويس في تقرير التنمية، تقرير المجلس معلومات مركز الوزراء، الخامسة في الفساد على مستوى الجمهورية. يعني مركز الشفافية في مركز معلومات مجلس الوزراء عمل دراسة عن إدراك الفساد في المحافظات، تطلع السويس الخامسة على مستوى الجمهورية في الفساد. والفساد ده بقى نلاقي مثلا تجارب الخصخصة بتاعت التأمين الصحي في السويس، تجارب البطاقة، خصخصة التأمين الصحي في السويس، خصخصة البطاقة بتاعت التموين في السويس. يعني التجريب اللي بيحصل ده واقع فيه ظلم على شعب السويس. بقت البطالة جنبها العشوائيات، جنبها التعامل في أقسام الشرطة، جنبها نسبة الخدمات، جنبها الفساد. هي مجموعة من العوامل. هذه العوامل كلها أدت في توقيت كان كمان في دور عشان في بعض الناس دلوقتي بتطلب تقول الأحزاب ودورها بتاع، لا يعني ميدان ال40 ده قد شهد قبل أحداث 25 يناير سلسلة من المظاهرات والاعتصامات الخاصة بالتأمين الصحي. على مدى قد ايه؟ على مدى طوال الفترة اللي فاتت، يعني حتى يوم 21 أحزاب المعارضة كانت عاملة مع المستقلين مع عدد من الشباب وقفة لتحية شعب تونس يوم 21 في نفس المكان. قبلها كان مع الثورة الفلسطينية، قبلها كان مع ضد العراق، ضد احتلال، قبلها كان عشان العمالة الهندية ومن جنوب شرق اسيا في نفس المكان. فكل ده عمل نوع من التراكم اللي ادى. وبعدين كل قضايا الفساد في السويس اللي اتواجهت، سواء في تأخير مطار العين السخنة 12 سنة، وانا اتكلمت عنه هنا في القناة الرابعة، 12 سنة مطار العين السخنة ويقولوا انه هيوفر 7000 فرصة عمل، ما اتعملش. مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس اللي قالوا والمحافظات كلها بتحسد السويس عليها ان هيتعمل وهيحقق 250,000 فرصة عمل، لغاية دلوقتي متعطل من 23 سنة و8 مليار اتصرف. لما نيجي نقول مركز في الصحة، لما يوصل الامر بان مسؤول كبير يقول ان انا هبيع مستشفى السويس العام اللي استقبل الشهداء والابطال وكده عشان يكمل يعمل في مستشفى جديدة وما تتبنيش لغاية دلوقتي. حضرتك شايف ان عدم وجود رقابة، ورقابة نقدر نقول عندها نوع من الأمانة والشفافية، هي اللي بتؤدي لكده؟ أكيد. هي اللي بتؤدي ان بيتفشى الفساد في كل حتة، وكل واحد عايز يعمل اي حاجة، وبقى في نوع من الجبروت عند كل مسؤول ان ما حدش هيحاسبه وما حدش هيقدر يجي جنبه. بص يا استاذ جيهان، التراكم ده لما يبقى الانسان قاعد مظلوم عند فترة يعني انا عايز اقول لك حاجة في السويس، يعني احنا هنعمل دراسة ان شاء الله هتتنشر وهجيب لكم منها نسخ وهننشرها بشكل واسع. يعني انا عايز اقول ايه، حتى في السويس انا بقول ما حصلش تخريب في السويس، وانا هقول لك ليه. اللي عايز يخرب الاول، ليه الناس ضربت مقرات الحزب الوطني والمجالس المحلية واقسام الشرطة ومركز رجل الاعمال ابو العينين؟ ان هي السبب في ان هي ففي اسباب خاصه بالعلاقه بين بعض ضباط الشرطه وبعض رجال الشرطه مع المواطنين، فالناس خدت رمزيه الشرطه فراحت تحرق جنبها اسم ال40 ونقطه المرور ونقطه المثلث، شرطه مثلث والمرور لاسباب خاصه بالمخالفات والعلاقات اللي كانت مش مظبوطه.
ثم المطافي لانها اللي كانت بتضرب عليهم الميه وبتطفي الحرائق. نيجي لم يحدث في السويس، يعني اللي عايز يضرب يروح، احنا عندنا مقر الحزب الوطني كده ومحطة كهرباء السويس كده بينهم 3 متر، اللي عايز يخرب يضرب محطة كهرباء ولا يضرب مقر الحزب الوطني؟ اتضرب مقر الحزب الوطني الرمزية. واللي عايز يخرب يروح يضرب مقر المجلس المحلي اللي بينه وبين بنزينة موبيل 3 متر، ولا يرمي سيجارة على موبيل. ما بيخرب. اللي عايز يخرب يروح، الناس حمت البترول قبل ما ينزل الجيش. لم يحدث ان الناس اللي عايز تخرب، اللي عايز بقى يخرب، لكن الناس كانت عارفه المنشآت. ليه الناس راحت كنتاكي لرمزيه كنتاكي؟ ليه راحت اقسام الشرطه لرمزيه اقسام؟ ليه راحت الحزب الوطني؟ ليه سابت كل سيارات الاتوبيسات كلها وعربيات الشرطه؟ ثم ليه تحرق عربيه رجل الاعمال ابو العينين شركة الدرادو؟ الاتوبيس الوحيد اللي لم يحدث ان في السويس شهدت حريق اي اتوبيس خاص او عام. وليه الناس تسيب كل المحلات الخاصة بتوزيع السيراميك والاشاني وتروح للموقع اللي خده ابو العينين؟ وده محل مساءلة بعد كده في بلاغ احنا مقدمينه. يروحوا يكسروا ابو العينين. لعلاقة ابو العينين بس حضرتك بعد اذن حضرتك، لعلاقة ابو العينين لكن لم يحدث ان عربية خاصة اتحرقت، ولا اتوبيس خاص اتحرق، ولا اتوبيس عام اتحرق. بس اللي حصل حضرتك دوت بعد ما نزول الشرطه وبدات تضرب في الشباب، لكن الشباب اصلا كان نازل لاهداف معينه سلميه جدا، كان بيطالب بالحريه والديمقراطيه والعداله الاجتماعيه. يعني الناس نزلت عشان بتطالب ب4 مطالب اللي هي المطالب العامه. ضد الفساد، مع اصلاح دستوري وسياسي، مع مشاكل البطالة، تراكم القمامة اللي في السويس أصبحت مزبلة في الشوارع. الناس جميع محافظات مصر. أيوة يعني بس بأوفر، يعني عندنا شركة بتاخد 10 مليون جنيه وفي الآخر ما بتعملش حاجة. وصول النظافة على الكهرباء وعلى الغاز ومفيش حاجة. أنا أقصد أقول إن الناس خرجت، الرد الفعل ما كانش الناس راح تحرق. لا ما كانش. لما ضربوا بالنار من قبل الشرطة رد بدأوا بقى يحرقوا الرموز اللي هي الرمز. وفي حاجة، يعني أحد رجال الأعمال في السويس الناس محله كله ازاز، ما حدش جه جنبه. لكن لما ساعد بعض رجال الشرطه في انه حماهم او رموز شرطه، او لما حصل ضرب نار عليه من قبله، الناس راحت في شكل انتقامي بقى على معارضه كلها وحصل كذا. يعني الموضوع محتاج تامل ليه وايه اللي حصل ورمزيته ايه. لكن لم تشهد السويس بوعي شديد جدا اي حاجه من التخريب. يعني على عكس محافظات تانية تم التخريب في كل شيء. حتى الناس اللي كانت بتروح للحاجات الخاصة كانت رمزية. عدا ومش من الشباب. وبعدين انا بقول لسيادتك، يعني لما عدد من الشباب يروح ويختار مثلا مخبر معين باسم معين لا داعي لذكره، او ضابط معين، وتتعامل معاه بإهانة لانه هو اهانهم وعمل معاهم اشياء مست كرامتهم ومست انسانيتهم وتبتعد عن الانسانيه في التعامل. لان في الاخر جهاز الشرطه دول اخواتنا، جهاز مدني. هو اصلا الشرطه هي هيئه مدنيه نظاميه، مش هيئه عسكريه على الاطلاق. فخرج الفساد لما تزاوج. وبعدين البلطجيه اللي بعضهم استخدمهم الحزب الوطني في تزوير الانتخابات هم الذين انقلبوا عليه. تم تأجيرهم. دي الاحداث تم تأجيرهم. اللي يقراها قرايه بعيد بقى عن ان البعض مثلا بيحاول، اللي بيحاول يركب موجه، اللي بيحاول مش عارف ايه. ده ما في الثورات كلها كده. النصر له 100 اب اكيد صح، لكن الهزيمه يتيمه. فاحنا بنقول لازم يبقى في دروس من ده. طب هؤلاء الشباب الديمقراطيه